كلمة الحق دايما بتزعل وبتجرح وبتكون قاسية كتير جدا، بس احنا لازم نقولها ابتغاء مرضات الله، عشان احنا خايفين من ربنا مش خايفين من حد. ردود افعالنا بتبقى ردود تلقائية مش مترتبة، ولا بنكتب كلام على ورق ونطلع نقوله. بنقول اللي جوانا على طول بدون ترتيبات مسبقة. ويمكن ده اللي مخلي الحمد لله ماشيين على كلمة الحق. أم روضة بعد الانهيار كان لها ردود برضه، بس ردود من تحت لتحت. وشايف إن كتير من المتابعين مختلفين بين القسمين، والقسم الأكبر شايف إن أم روضة بتحاول إنها تستعطف المتابعين. هنقول كلمة حق في كلا الطرفين، سواء كانت أم عمر أو أم روضة، وهنطرح لكم بعض الحلول ونتمنى توصلوا للحل الصح. انتم المتابعين، انتم اللي بتقرروا نمشي على انهي طريق، وعايزين اليوتيوبر يعرض لكم ايه المحتوى. بس تعالوا احسن انا نسيت اسلم عليكم الاول. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة جيدة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم وتكون سعيدة دايما، وربنا يجعل السنة اللي جاية سنة سعيدة على حياتكم وعلى قلوبكم. اتمنى دعمكم بالاشتراكات واللايكات يا احلى ناس في الدنيا على قناتنا الصغيرة، اللي بيكم ان شاء الله تكبر ونكون دايما بنقول فيها كلمة حق، وبنعرض لكم محتوى يليق بيكم ان شاء الله ويكون على قد المسؤولية. عرضنا طبعا احنا رد على الاخت الكويتية اللي كانت اساءت الرد والاهانة لاخواتنا هنا في مصر. وطبعا الموضوع مش موجه لكل الكويتيين، لان كل واحد مش بينبي على بلده، بينبي عن نفسه، بس بيتكلم عن نفسه وبيطلع السلوك اللي جواه. وكمان المتابعين اللي دخلوا واشتكوا جدا من كانت انها كم الاهانة اللي كانت بتوجهها لهم حتى في الكومنتات. يعني الموضوع مش موضوع بقى تعاطف ام سالم ديت مع ام روضه، او انها داخله، يعني الموضوع شكله واخد محمل شخصي شويه، ان ام سالم شايفه نفسها يعني قوه عظمى، او شايفه ان يعني في عقده فبتكملها بتهديد اخواتنا هنا اذا كان في الكومنتات او في الرسائل. بس لفت نظري لنقطه مهمه جدا جدا جدا، واللي خلتني سبب الفيديو ده النهارده، ان رقم ام سالم موجود مع ناس كتير جدا، وهي بتتواصل معاهم كلهم. يعني الموضوع مش متوقف على ام روضة، فلازم نقول كلمة حق. بس انهيار ام روضة كان فيه سلوك من التعاطف، وقلت فعلا لا، هي فعلا غلبانة ملهاش يد في الموضوع، بعد كمان ما اتأكدت ان ام سالم متواصلة مع ناس كتير جدا. فهنا نقطة الخلاف، هنا النقطة اللي ممكن يبقى فيها تشكيك كبير جدا، ان في ناس كتير طلبت منها فلوس، وده اللي بيعمل حساسية وبيعمل ضغينة. دي بعض أقاويل المتابعين اللي أنا بعرضها لكم، وبعض الكلام اللي وصل لنا في آخر ساعات قليلة ماضية. فهنا في ضرب، يعني هل أم سالم حبها لليوتيوبرات وصل لدرجة إنها بتتواصل مع كل اليوتيوبرات الصغيرين اللي هم محتاجين، أو اللي بيطلعوا قدام الكاميرا يقولوا إحنا محتاجين، أو اللي بيحاولوا يتواصلوا معاها على سبيل إنها ممكن تدعمهم؟ ولا ايه سبب تواصلها معاهم؟ كمان بعض الفيديوهات من الاخوة اللي عرضوا الموضوع ده كان الكلام، طب ليه ام سالم تليفونها متواجد مثلا مع ام عمر وحد تاني من الناس اللي معاهم، وكمان ام روضة وي وي وي، بس طلعت عمة ام روضة وبتحاول تبرر لبنت اخوها ان ام سالم ملهاش دعوه باي دعم، ما فيش اي دعم وصل لام روضه منها. وفي نفس الوقت ام روضه في البث الاخير قالت ام سالم مجرد حد بيبعت لي دعم مادي. فاحنا نصدق مين ونكذب مين؟ نصدق صاحب الواقع نفسه اللي قال انا بيجي لي تبرعات منها، بس تبرعات على قد التبرعات، ولا نصدق عمتها اللي قالت ده ام سالم ملهاش دعوه باي حاجه من الكلام ده وما بتوصلناش منها اي حاجه وملهاش دخل بالكلام ده مجرد صديقه تطمن ونطمن؟ هنا ام روضه بسبب انها طلعت عمتها وصديقتها للرد بدات تحط نفسها في مأزق اكبر، مع اني كنت اتمنى ان ام روضه بعد الفيديو الاخير، البث الاخير اللي عملته، بصراحه انا واحد من الناس مش هكذب، نالت استعطاف جزء كبير مني
يعني استعطفتها بصراحة بطريقة كبيرة جدا. ممكن يكون عشان احنا قلبنا مش قاسي على اخواتنا مهما كانوا. الاعتراف بالغلط هو ده الشيء الصح. وام روضه ما طلعت وقالت لام عمر ارحميني، حتى لو ده استعطاف زي ما في بعض الناس بتقول وبعض القنوات ان ده استعطاف وتمثيل، بس احنا لنا باللي بيطلع قدامنا وربنا اللي بيحاسب. فهي طلعت واتأسفت واقرت بخطأها اللي هي اخطأته. فوجب علينا ان احنا ما نعلقش المشنقة. كل بني ادم بيخطأ، وخير الخطائين التوابين. لكن الغريب في الموضوع ان انا قلت بعد الاعتذار ده هتهدى وتختفي يوم اتنين، وبعد كده ترجع الامور لطبيعتها وترجع لفيديوهاتها وان حياة ولادها، وترجع تبني حياة ولادها زي ما هي بتقول. ربنا يسعدها ويبني لها حياتها ويخلي لها اولادها ويحافظ عليهم. فوجئت انها بدأت ترفع فيديوهات على المنتدى لقناة بتدافع عليها وبتهاجم الطرف التاني. فدي بدأ يعني انتوا عايزين توصلوا لفين بعد اللي انتوا وصلتوا له؟ اذا كان الكلام موجه للكل، اذا كان ام عمر او الاخوه التانيين او ام روضه والاخوه برضو التانيين، عايزين توصلوا لفين؟ عايزين توصلوا الخلاف اللي بينكم لفين؟ المشكله كل واحد المفروض هيتحاسب على نفسه وعلى عمله، مش على عمل غيره. اذا كان في متابعه اثارت الجدل، احنا ممكن نحسبها ان هي داخله عشان تصير الجدل اصلا، مش زي ما احنا كنا معتقدين ان ام روضه اللي قالت لها اعملي كده او كده. لان بعض المتابعين دخلوا لي واشتكوا من ان الست ديت بتخش لهم في الكومنتات برضه وتقول لهم الفاظ سيئه وبرضه بتهددهم برضه في الكومنتات. فدي الواضح من الامر ان ام سالم عندها يعني عامل جزء من النقص كده في اللي هو بتكمله بان انا قويه، انا اقدر اعمل، انا اقدر اسوي. فبتكمله ازاي؟ بتكمله بتهديد المتابعين في الكومنتات في رساله. دي اللي انا استشفيته من الاوضاع اللي حاصله ومن تواصل بعض الاخوه الاعزاء اللي ملهمش قنوات، اللي هم بيخشوا في التعليقات كمحبين او معارضين لليوتيوبر اللي بيخشوا له. ففي ناس دلوقتي بتحاول تتسلق فعلا بالمعنى الحرفي على اكتاف المشكله عامه. في ناس هتقولي طب ما انت اتدخلت في المشكله، بس انا اتدخلت من بدايه الامر للرد على هدف معين، مش لطرف على خلاف يعني مش مع طرف على حساب طرف، مش مع مراوضه على حساب ام عمر ولا مع ام عمر على حساب ام مراوضه. احنا دايما بنكون محايدين، لا مع حد ولا ضد حد، بس بيبقى ردنا قاسي على اللي بيهين او يفكر يقول كلمه تسيء لبلدنا او لاخواتنا هنا في مصر. لازم بيكون ردودنا قاسيه لان دي واجبنا تجاه بلدنا واخواتنا. لكن هنا في نقطه ولازم نفكر فيها كويس. الناس اللي ممكن يعني في بعض القنوات اللي دخلوا وخدوا مثلا من عندي الصوره المصغره ورفعوها بعنوان تاني واشتغلوا. انا مفيش مشكله عندي، بس هنا في نقطه لازم افكر فيها. يعني انتوا طالعين تقولوا ايه؟ تتكلموا عن الموضوع، تجيبوا حق اخواتكم، كلام جميل جدا. فين اجتهادك؟ فين الاجتهاد اللي انتوا اجتهدتوه؟ انتوا قاعدين عايزين الكلام يجي لكم على الجاهز، عايزين اللي هو ايه، نزيط في الزيطه. فيلا هناخد صوره مصغره من هنا على كلمتين من هنا على كلمتين من هنا ونطلع نقولهم بدون وعي وبدون ما نعرف ايه اساس المشكله ولا حتى يكون معانا طرف خيط. الموضوع ما فيه خدنا صوره على خدنا كلمتين وهنطلع نقولهم وهنجيب مشاهدات. وكمان كان في من ضمن الكلام اعترافات رسميه مباشره ان المبدأ مبدأ دولارات، واني لازما يبقى فيه اهانات عشان خاطر الدولارات. ملعون ابو الفلوس اللي تعمل في البني ادم كده، اللي توصل الناس لخلافات لدرجة التهديدات، سيان بقى داخليا سيان خارجيا. الموضوع وما فيه ان لازما نكون رحيمين ببعضنا. بمعنى يعني انا شايف حل من ضمن الحلول. طبعا ممكن في طرف ما يعجبوش الحل، فانا بطرح حل مش بجبركم على حل. انا بطرح حل مش بجبركم على حل. الوقت احنا وصلنا لنقطة الخلاف ان
ام عمر دعمت ام راوده، وام راوده قالت بيها عشان خاطر كانت بترفع المنتدى، وان المشكله كانت بترفع كذا فيديو فوق المنتدى بتاعها، فما الفيديو ما بيتشافش، فما قالت لها ما ترفعليش. وهنا بدأ الخلاف. طبعا كل طرف له محبين. الطرف اللي هنا بيقول ده ام عمر عايزه تطلع على اكتاف ام راوده، والطرف اللي هنا بيقول ام راوده ام عمر لها حق، ده ام راوده باعتها. ايه الحل في الاخر؟ هل هتدنكم عمالين تجيبوا في سيرة بعض؟ هل هيبقى كويس ان ما ام راوده ترفع للناس اللي بيدافعوا عنها على المنتدى وتبدا تخش معاهم في صندوق احمر وابيض، ام عمر تروح تخش على منصات وتحكي نفس الكلام؟ ايه الحل في الاخر؟ طيب انا من وجهة نظري ان في حل بسيط جدا. الراحمون يرحمهم الله، ولا ردا لقضاء الله. كل واحد له رزقه على حسب جهده واجتهاده. وانا شايف ان انتم الاتنين يوتيوبرات ناجحين، قدرتم تجذبوا المتابع، وقدرتم تحببوا جزء كبير من المتابعين فيكم، والقنوات الله اكبر سيان هنا او هنا في تقدم كبير جدا. طب ما نقدر نقول فول ستوب، نوقف، وهنا نفكر شوية. هل احنا لو كسبنا بعض المتابعين من الاساءات بيننا وبين بعضنا، هل المتابعين دول هيستمروا معانا؟ عمرهم، عشان نبقى واضحين ويبقى متفقين. المتابعين دول هيبقوا داخلين عشان يتفرجوا على المشكلة ويتابعوها، وبعد ما المشكلة هتخلص زي أي مشكلة وخلاف كان حصل قبل كده على اليوتيوب وكنا قدمنا النقد فيه أو ردود فيه، بعد ما المشكلة بتخلص والموضوع بيهدى بيبدأ المتابع ده ينسحب ويروح يشوف مشكلة جديدة، بخلاف المتابع المحب فعلا اللي شايف صدق اليوتيوبر اللي هو بيتابعه. سيان بقى نختلف أو نتفق على اليوتيوبر نفسه، احنا بنتكلم في وضع عام. فهنا لازم نقف ونفكر شوية. ممكن من رأيي الشخصي ان ام روضة تنسى كل اللي فات وتبدأ تشتغل شغلها بحياتها بروتينها بنظامها، وبلاش انها تزعل حد. يبقى الاحسن بلاش منتدى خالص، ارفعي لنفسك. برضو في الطرف التاني ام عمر، انا شايف ان هنا ام عمر مثلا كمثال، كل الاخوة بيقولوا ده مظلومة لان هي دعمتها، وممكن كانت سبب من الاسباب ان يبقى في رؤية للقناة وفي تحرك للقناة. بس هنا ممكن نقول ايه، ام عمر كانت بتعمل ده من باب الرحمة والتعاون والصدقة الجارية كمثال، ومساعدة لله. خلاص اللي عملناه لله خليه لله، وربنا اكيد ما بينساش تعب حد، وبيدي كل واحد على قد مساندته لاخوه. طبعا احنا بتكلم الكلام ده لمحاولة في ارضاء الطرفين، مش طرف على حساب طرف. بنحاول نهدي اخواتنا بينهم وبين بعض عشان ما نخليش حد غريب يتفرج علينا ويبقى مبسوط للي بيحصل. ما نخليش الغريب يتدخل بينا ولو بكلمة ولو بإساءة، ونرجع نقول مين قال ومين عاد. بطرح لكم حلول من أخ أخوية، وانتم اللي حرين، انتم اللي لكم اصحاب القرار اللي هتنفذوا وهتفكروا فيه. فانا من رأيي زي ما قلت لكم، كل واحد ينسى اللي فات، اللي عمل شيء لله يتركه لله، واللي غلط وباع بالرخيص برضه لا ردا لقضاء الله، ان الله يمهل ولا يهمل. فنخلي الحكم لربنا، واتمنى ان اخواتي كلهم يسمعوني ويتوقفوا عن اي تدخلات مع اي قناة، ويشوفوا محتوياتهم. قنوات كبيرة الله اكبر هتكبر وهتوصلوا ان شاء الله بحب ودعم متابعينكم الصادقين المحبين اللي دايما بيبقوا واقفين في ظهر اي حد وبيكونوا مساندينه ودعم له. وفقنا ووفقكم الله، وانتظروا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله تعجبكم، واتمنى اكون خفيف على قلبكم، واتمنى قدرت اوصل رسالة تتفهم ويكون فيها خير للجميع. الصلح خير، وخلينا نبدأ سنة جديدة بمحبة، ونترك الأعمال لله هو اللي حاسبنا عليها. منتظركم في الفيديوهات اللي جاية بدعمكم يا أحلى ناس في الدنيا، ووفقني ووفقكم الله.